ورجعنا تاني عشان نفتح الباب ونكمل حكاية من حكايتنا، حكاية ورا كل باب. ورجعت تاني لقعدتها وفتحت المذكرات عشان تكمل الحكاية اللي بقت متشوقة جدا تشوف ايه نهايتها. حكاية البنت وحيدة أمها وأبوها اللي كانت بتنزل تتمشى على الشط في نص الليل جنب البيت، لأن البيت ما كانش أمان بسبب سهرة الأب المشينة مع أصحاب السوق. الأم دايما كان عندها يقين إن الشط أأمن على بنتها من بيتها في وجود أبوها وأصحابه. وهي بتتمشى في يوم من الأيام سمعت اتنين بيتفقوا على إنهم يجرجروا شاب لحد الشط ويخلصوا عليه وياخدوا فلوسه. والبنت قدرت تتوصل للشاب ده وتسجل للولد والبنت صوت وصورة وتورهم له، ومن الآخر تنقذ حياته وهو يتصرف صح جدا ويبلغ عنهم ويعملوا عليهم خطة لحد ما يقبضوا عليهم. والبنت تابعت كل ده من مواقع السوشيال ميديا. ما قدرش يعرف هي مين، لكن كان هيتجنن ويعرف هي مين، وبعت لها نداء واثنين وثلاثة على المواقع برضو نفسي أشوفك. وكانت بتقراه، وكان كل يوم يروح يتمشى في نفس المكان وكله أمل إنه يلاقيها. وهي كانت بتشوفه من شباك أوضتها، لكن ما كانتش بتقدر تنزل لأن أمها كانت تعبت جدا وبعدين توفت. والأب ضغط عليها وضحك عليها واستدر عطفها وجوزها واحد صاحبه من الشلة إياها أكبر منه في السن كمان، وقال لها إنه مديون ليه وإنه هيحبسه لأنها بنت حلال. برضو خافت على أبوها وقبلت الجوازة وقعدت معاه وخلفت بنوتة. وبعد سنة وشوية كانت ساكنة في الشقة اللي فوق شقة أبوها، سمعت دوشة ونزلت ببنتها ولقيت جوزها وأبوها بيتخانقوا، لكن جوزها قدر على أبوها وخلص عليه. ولما جت تصرخ حط إيده على رقبتها وبدأ يخنقها عشان يداري جريمته الأولى بجريمة تانية. وحظها إن كان في شمعدان جنب إيديها، خبطته بيه على دماغه، قدرت إيديها طول الشمعدان خوفا على بنتها من اليتم، وبص لأبوها اللي غرقان في دم ضربته على دماغه. نزل جثة هو كمان واتشال جثتين، وبدأت التحقيقات بعد القبض عليها ومعاها بنتها. القوانين ما تحرمهاش من بنتها إلا بعد ما تكمل سنتين أثناء حبسها. وفي الفترة اللي كان عندها استمرار في الحبس جات لها زيارة محامي كبير ليه اسمه في القضايا اللي زي دي ومعاه راجل كبير. زيارة أول واحدة حاولت تعرف الراجل ده مين، ما شافتهوش قبل كده وفضلت تفكر هو مين الراجل الوقور اللي باين عليه العز والاحترام. وفي تاني زيارة عرفها هو مين، هو أبو الشاب اللي هي أنقذت حياته. طب الشاب ما جاش ليه؟ لأنه تعرض لحادثة كبيرة وفي المستشفى، والحادثة أثرت على فقراته ما بيقدرش يتحرك، لكن طلب من أبوه ما يتخلاش عنها. والأب لبى النداء ما هي أنقذت حياة ابنه. وفي الزيارتين كان بياخد الطفلة الصغيرة على رجليه والبنت كأنها عارفاه وبتتحامى فيه وتنام على صدره من حنيته. وهو زي ما بنقولها بالبلدي كده، العيل تبع الحنية، وحنية الراجل كانت باينة في عينيه وطبطبت ايديه. والمحامي طمنها قال لها ان شاء الله هطلعك منها، وعاشت على الامل ده. لكن جت الزيارة الثالثة والاب طلب منها طلب، قال لها ليه عندك طلب؟ رجائي ما تكسفنيش. وبرضه كان شايل البنت على رجليه والبنت نايمة على صدره. قالت له أمرني. قال لها بنتك مالها؟ اتخضت.
مش لازم تقعد في الأجواء دي، مش لازم تتبهدل هنا، الجو مش ملائم لطفلة في سنها. بصت في الأرض ودموعها نزلت وقالت له عارفة، لكن مش بإيدي، لكن بإيدي أنا أخدها معايا، وافقي وأنا هاخدها معايا. البنت كأنها كانت متعلقة بحاجة زي كده ومطمنة له، ما قلقتش، لكن قلب الأم ميلت على بنتها وبستها وقالت لها لو ما كتبليش إن أشوفك تاني فأنا سايباكي في إيد أمينة، سايباكي عند قلوب رحيمة. الراجل طبطب عليها وباس إيديها وباس راسها، قال لها دي حفيدتي وفي عينيا، واستأذن وعمل أوراق رسمي وأخذ الطفلة معاه. والبنت قالت لماما باي باي وكأنها فرحانة إنها تخرج من الأربع حيطان وتشوف النور وتشوف الدنيا برا اللي بقالها أسابيع محرومة منها. ومشوا، وقعدت يوم ورا يوم تفكر في بنتها وتفكر في الشاب اللي أنقذته وهي حزينة عليه. دي حتى ما شافتهوش ولا مرة تاني واتكلمت معاه، لكن عندها أمل إنه يقف على رجليه تاني ويجي يشوفها، أو يكتب لها هي المعجزة وتخرج وتشوفه. يوم واثنين وثلاثة وعدت أيام، وجه يوم المحاكمة. الكل ماسك قلبه بإيده، لكن المحامي كان عنده قناعة ويقين بالله عز وجل إنه هيطلعها. وجت المحاكمة والمحامي استشهد بأنها كانت حالة دفاع عن النفس، وكان الطب الشرعي كشف على البنت أول يوم في الحادث واكتشفوا آثار أصابع جوزها وهي على رقبتها، وتأيد في المحاضر. وبرضو أكد شهود إن الناس دخلت لقيتها في حالة انهيار وأبوها غرقان في دمه، يعني بتدافع عن نفسها وعن أبوها. وحصلت اللي كلهم بيتمنوه، وأخذت البراءة، والفرحة ملت قلبها وملت قلب أبو حبيبها. ما كانش في غيره من طرفها هناك، لكن على الوجه الآخر كان في ناس بتبصلها بشر وبغل، هي عارفاهم. والراجل لاحظ نظراتها رايحة لمكان معين وبص لقى شباب، 3 شباب. قال لها مين دول ويبصولك كده ليه؟ قالت له ما هم دول ولاده. هم دول ولاده؟ ولاده. وخافت من الانتقام وخاف من الانتقام. وقف اتكلم مع المحامي وشاور له عليهم، وعملوا الإجراءات. والبنت هتخرج، بس هتروح فين؟ مش هتقدر ترجع بيت أبوها، كل الذكريات الأليمة هناك، ولا هتقدر ترجع شقتها، الذكريات الأألم منها هناك. وفي نفس الوقت خايفة من ولاد جوزها ينتقموا منها. خلصت إجراءات وهي خارجة من باب القسم، لقيت الرجل الطيب واقف مستنيها وشايل بنتها، وكل اللي اعتقدته انه جاي يسلمها بنتها. خدت بنتها في حضنها، لكن البنت اترمت تاني بسرعة على ايد جدها اللي هو اعتبر نفسه جدها، واترمت في حضنه. قال لها ايه رأيك دلوقتي بقيت عايزاني اكتر منك؟ وضحك. هنحلها ازاي دي؟ قلت له هجيبها لك على طول، ولا تجيبها لي ولا اجيبها لك، انت اللي هتيجي معانا. اجي معاكم فين؟ هتيجي معايا بيتنا؟ انا مش هآمن ان اسيبك لوحدك، اولاد جوزك ناويين على الشر. وخافت اكتر، وخدها في العربية وطلعوا على البيت. ده مش بيت، ده فيلا. دي حاجات من اللي بتسمع عنها او تشوفها في التلفزيون، لو في مسلسل او فيلم بتقول ده ايه، ده ديكور، لكن دي حقيقة. ودخلت معاها وهي بتتلفت حواليها وشايفة جنايني بيرحب، وباب شغالة بتفتحه، وجوه ناس تانية بيخدموا. وفي الآخر ظهرت ست شكلها طيب جدا
أول ما شافتها هي اللي جريت عليها وحضنتها. دي تبقى أم الشاب ونفس طيبة جوزها وحنيته، وإيه بتبوس إيديها وبتقول لها عمري ما هنسى إنك أنقذتي ابني الوحيد اللي قعدنا سنين نستناه لحد ما خلفناه. ده احنا قعدنا 13 سنة نتعالج لحد ما جبناه، هو نور عينينا ما عندناش غيره. كل ده واقفة ساكتة مش قادرة تتكلم ولا تفتح بقها. وبعدين نطقت بكلمة واحدة: هو فين؟ عايز أشوفه. رد الأب وقال لها: وهو نفسه يشوفك. طب يلا نروح له المستشفى. لا، هو مش في المستشفى. اتخضت: فين؟ قال لها: فوق في اوضته. واحنا فرحناه بالتليفون وقلنا له انك خدتي براءة وبنخلص اجراءات. وخدها وطلع بيها. البنت كانت بدأت تتعلم المشي على خفيف، سابوها تمشي. البنت عارفة باب اوضته، زقت باب الأوضة وسبقتهم عليها وراحت لحد سريره وشدها ليه. وهي كل ده بتراقب البنت كأنها متربية في البيت في وسطيهم. شكل البنت كمان اتغير، لبس شياكة ومظهر جميل وريحة حلوة، حاجات ما شافتهاش على بنتها قبل كده. العز حلوة قوي، والحنية والرحمة أحلى منه بكتير. فتحت الأوضة وشافته وهو نايم في سريره زي ما قالت عليه قبل كده، زي القمر. شافها وابتسم لها والدموع مالية عينيه، ومد ايده بسرعة عشان تسلم عليه، وجريت وقعدت على ركبها ومسكت ايده، وبدل ما تسلم بستها واترمت عليها تبكي. والأب والأم يطبطبوا على كتفها ودموعهم نازلة، وقوموها وقعدوها على كرسي جنبه. والعيون بدأت تتكلم، محدش فيهم بيتكلم، العيون بس بتتكلم. والأب والأم خرجوا وسابوهم لوحدهم، وقال لها: وحشتيني. ردت عليه قلت له: امتى اكتر؟ ياه، الأرواح دي تلاقت امتى وفين؟ والقلوب دي حبت امتى وازاي؟ وفي الآخر بعد قعدتهم الطويلة وكلامهم القليل خرجت وندهت: يا عمي. ورجالها على طول: طنط فين؟ ندهت له ووقفوا كلهم وقالت له: يا عمي لو تقبلوا أنا بطلب إيد ابنكم. بصوا لبعض وابتسموا، والفرحة مالية عينيهم والضحك على وشهم. الراجل رد وقال لها: موافق ولي الشرف. والأم حضنتها، لكن المفاجأة هو قال لهم: لا، بس أنا برفض. بصيت له وهي محرجة جدا، قالت له: أنت بترفضني عشان متجوزة قبل كده ومعايا طفلة ولسه خارجة من الحبس؟ بص لرجليه وقال لها: لا، عشان مش عايزك تعيشي مع إنسان عاجز وتحرمي من حقوق كل بنت بتحلم بيها. جريت وبدل ما تبوس ايديه رفعت الغطا وباست رجليه وقالت له: أرجوك، أنا محتاجاك، أنا محتاجة الحب والحنان والاحتواء، ومش هلاقيه غير هنا في وسطيكوا. خلاص، لو مش عايز تتجوزني أشتغل عندكوا شغالة. حضنها الأب وبس راسها وقال له: أنا هجيب المأذون وهعمل لكم أحلى فرح. وجاب المأذون وجوزه وعملوا الفرح هو قاعد على الكرسي. طيب، المشكلة التانية أولاد جوزها. محامي طمنهم إنه اتفاهم معاهم على إن هما يتنازلوا عن البنت وحضنتها، لأنهم كانوا عايزين ياخدوا الطفلة ويكسروا قلبها عليها، مقابل نية تتنازل عن ورثها وزيادة قرشين من عند الجماعة. ووافقوا وماضوا على كده، وخلصت الحكاية واتجوزته وعاشت معاه
سنين طويلة. بس في وسط السنين دي الجد طلب منها طلب، قال لها أنا مش عاجبني اسم البنت وعايزة أسميه اسم ابني شبهك بيه بعد الحادثة أما طلب مني أروح له. قالت له إيه؟ قال لها ابني قال لي روح يا بابا أقف معاها وانقذها، لأن دي بالنسبة لي روح الحياة. أنا عايزة أسمي البنت الاسم ده. وعملوا الإجراءات وغيروا الاسم وأصبح اسمها روح الحياة. البنت اللي بتقرأ المذكرات سرحت في لحظة وعرفت مين الناس دي. الناس دي يبقوا الجد والجدة والأب اللي قاعد على كرسي، والأم الجميلة القمر اللي محتوياهم كلهم. البنت دي هي روح الحياة. وكانت دايما تسألهم ليه اسم بابا مختلف في الشهادة؟ يقولها أصل ده اللي بنقوله له اسم الشهرة، لكن اسمه الحقيقي هو اللي في شهادة ميلادك وفي أوراقك. وعرفت القصة وبكت، بس في نفس الوقت فرحت إن ربنا كتب لها أب أنظف من أبوها الحقيقي، وعيلة أرقى من أي عيلة كانت ممكن تعيش معاها، وأم جدعة وأب أجدع منها، وجد وجدة مفيش في حنيته. هي بالنسبة لهم كل حاجة، دلوعتهم وحبيبتهم وروح الحياة. وهنا تبقى خلصت حكايتنا اللي خرجناها من حكايتنا حكاية ورا. إذا عجبك الفيديو اشترك في القناة واضغط على زر الجرس ليصلك منا كل حكاية من حكايتنا، حكاية ورا كل باب.